السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. جاي النهاردة اديكوا ايه؟ جاي اديكوا اختبار شامل على الوحدة الاخيرة اللي هي الوحدة الخامسة بتاعة الاحساس في الكائنات الحية. ويلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض. كل خلايا البشرة حية، كل خلايا الأدمة حية. هي البشرة كل خلايا حية؟ لا يا مس، دي البشرة كانت فيها طبقة قرنية ميتة اللي هي ناتجة عن هجرة الخلايا الخارجة الداخلية وتطلعها لي في الخارج، فدلوقتي البشرة مش حية إنما الأدمة حية. يبقى العبارة الأولى خاطئة، العبارة الثانية صحيحة. بيقولك أي مما يلي لا يحدث خلال مرور الرشيح عبر أنيبيبات النفرون. الرشيح هو ماشي خلال عملية النفرون، خلال أنابيب النفرون، يعني عميل دوت بيعمل إعادة امتصاص. فإيه اللي مش موجود أثناءه؟ قالك استعادة الجسم للجلوكوز، هو بيرجع الجلوكوز اللي محتاجه. الأملاح اللازمة بيرجع الأملاح اللي عايزها. استعادة الجسم للماء بيرجع الماء اللي عايزه. استعادة الجسم للأحماض الأمينية وتحول الزائد إلى اليوريا، وهي دي الإجابة. أصل الأحماض الأمينية أساسا لم ترشح عشان أعمل لها إعادة امتصاص، وثانيا لو ده حصل وفيه زيادة مش هحولها ليوريا، ده ليها حوارات كتيرة من أول الكبد مرورا للكلى ثم في الآخر بول يخرج من المثانة. بيقولك في حالة الاسترخاء بينشط جهاز وانا مسترخي الباراسمبثاوي. بيقولك يحدث انقباض مفاجئ عند لمس جسم ساخن بتحكم من انا وانا حاطط ايدي كده فجأة طخ شلت ايديا. اصل ايه اللي اثر على الموضوع ده؟ وقالك اسحب ايدك. هل الحبل الشوكي؟ والله وارد لو هي الاعصاب الطرفية خارجة منها وعندي الحسية والموصلة فيها والحركية فيها، فاحتمال كبير تبقى الاجابة الحبل الشوكي، بس نقرا الباقي. هل الفصل الجداري؟ هل الأعصاب الإرادية؟ هل العضلات الإرادية؟ والله لو هي الأعصاب الإرادية والعضلات الإرادية ما كانش زمانك دلوقتي عملت كده، كان زمانك بتقول إيه؟ طب ما أنا أحرق نفسي شوية. إنما الرد الفعل الأولاني إنك شلت إيديك، فده حوار لا إرادي، هيبقى الحبل الشوكي كما توقعنا في الأول. بيقولك عندما ينشط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي فإن عملية الهضم مالها؟ الجهاز العصبي الباراسمبثاوي بارا يبقى هزود عملية الهضم، لأن أنا في الوضع الطبيعي، ما أنا مش في وضع خوف أو طوارئ علشان أوقف الهضم في المعدة، إنما أنا في الباراسمبثاوي يبقى وضع طبيعي، يبقى هتزيد معدل الهضم. غياب خلايا شوان من المحاور العصبية هتؤدي لإيه؟ شلت خلايا شوان. هي خلايا شوان دي اللي هي كانت فين؟ والله مس كان عندي غلاف مايلين بيعمل لي انفصالات ما بين الاتنين فيعمل لي عقد رنفي، فالخلايا دي اسمها خلايا شوان. طبعا لو شلت خلايا شوان المغلفة بالمايلين اللي هي بتزود لي السرعة، فأنا شلت الغلاف اللي بيزود السرعة، إيه اللي هيحصل؟ هيقل السرعة. أي مما يلي تتوقع غيابه بعد بذل الخلية العصبية لنشاط عالي؟ عملت مجهود عالي، إيه اللي هيغيب من الخلية العصبية بتاعتك؟ هل النيوروبلازم العصب نفسه والخلية العصبية بتاعتك هتختفي؟ لا طبعا. الميتوكوندريا اللي هي بتاعت الطاقة نفسها؟ لا طبعا. هل حبيبات نسل دي بتاعت التغذية بتاعت الأعصاب؟ وارد. أجسام جولجي، وأنا هشيل لي أجسام جولجي، فهيبقى حبيبات النسل بتاعت التغذية واستهلكت فعلا وغابت بعد نشاط كبير. بيقولك المادة المسؤولة عن تغير غشاء الليفة العصبية من حالة الاستقطاب إلى حالة اللاستقطاب. مين اللي كان يقولك انت في حالة راحة اقلب لحالة إثارة، وانت في حالة إثارة اقلب لحالة راحة؟ كان الأسيتايل كولين، ولما أفرز عليه الكولين استريز كان يتكسر وارجع تاني لحالة الراحة. فمين اللي بيلعب الدور ده؟ هيبقى الأسيتايل كولين اللي كان بيحولك من استقطاب إلى لا استقطاب. أي العبارات الآتية هي الأكثر دقة عن طبقتي بشرة الجلد؟ طبقتي بشرة الجلد اللي هي الميتة الخارجية والحية الداخلية اللي هي بتهاجر وتكون الخارجية. فقالك تعتمد الطبقة السطحية لبشرة الجلد على الطبقة الداخلية لها؟ تعتمد الطبقة الداخلية لبشرة الجلد على الطبقة السطحية؟ لا، يعني اللي جوه بتعتمد على اللي بره واللي بره بتعتمد على اللي جوه. دي في إجابة ودي في إجابة. ولا تعتمد كلا الطبقتين على الأخرى؟ هي هتبقى تعتمد كلا الطبقتين على الأخرى.
لأن هما فعلا كل واحدة معتمدة على التانية. لا توجد علاقة بين الطبقتين، لا طبعا في علاقة بتربطهم، وده معتمد على ده. بيقولك يفتح الحالب بشكل مائل في الجدار العضلي الخلفي للمثانة بهدف ايه؟ بيقولك دلوقتي ادي المثانة اهي، ادي المثانة. ليه الحالب جاي بميل كده اهو من ورا؟ قالك اي حاجة بميل في جسمك عشان امنع يحصل لها ارتجاع. فانا دلوقتي بتكلم على حالب ومثانة، فاكيد ان انا امنع يحصل ارتجاع للبول. فبيقولك بهدف منع ارتجاع البول في الحالب عند توتر جدار المثانة، منع ارتجاع البول من قناة مجرى البول للمثانة، التحكم في كمية البول الخارج من المثانة، جميع ما سبق. دلوقتي انا عندي 2 منع ارتجاع، فانا بتكلم على حالب مائل في المثانة. ليه مائل؟ عشان امنع ارتجاع البول من الحالب عند توتر جدار المثانة، مش امنع ارتجاع البول من قناة مجرى البول. قناة مجرى البول دي في حتة تانية، يعني بعد ما هاجرت المثانة. تمام؟ قالك طيب يتميز ماء النتح عن ماء الإدماع بجميع ما يلي ما عدا، يعني هو في 3 إجابات فعلا بيتميز بها النتح، ما عدا إجابة واحدة ملهاش علاقة بالنتح. أن ماء النتح خالي من أي مواد، وده صحيح. يخرج بكميات كبيرة، وده صحيح. يخرج من الثغور في صورة بخار ماء، وده صحيح. لا يتحكم النبات في خروجه، وهو دي الإجابة اللي ملهاش علاقة، إن النبات لا يتحكم في خروجه. مراكز الوظائف العليا للمخ توجد فين؟ بيقولك الوظائف العليا للمخ. ايه الوظائف العليا للمخ؟ الوظائف اللي هتحصل في دماغك هلاقيهم فين؟ اكيد في دماغي، اللي هو النصف القروي ده والنصف القروي ده. فالسؤال ده يعني بعيد ان هو خبيث نميس، الا انه سؤال تافه، والشاطر هو اللي بيقع فيه، لان انا مش فاهم ايه هي الوظائف العليا. يعني من الاخر التفاعلات الوظيفيه والفسيولوجيه والبيولوجيه والكيميائيه اللي بتحصل في دماغك هتحصل فين؟ اكيد هتحصل في النصف القروي ده، يا بتحصل في النصف القروي ده، فهي النصفين القرويين. تربط الخلايا العصبيه الحسيه مين؟ الخلايا العصبيه الحسيه اللي هي بتحس، دي في النص ما بين اعضاء الاحساس والجهاز العصبي المركزي، بالذات المخ والحبل الشوكي. فبالتالي هتربط ما بين مين؟ اعضاء الحس بالعضلات، المخ بالعضلات، عضو حسي بآخر حسي، أعضاء الحس بالمخ. وهي الإجابة دي صحيحة، هتربط أعضاء حسك بالمخ بتاعك اللي هو الجهاز العصبي المركزي. ترجع سرعة انتقال السير العصبي في الألياف العصبية المغلفة إلى أن إيه؟ مغلفة، يبقى أكيد فيكي تغليف هو اللي مزود السرعة. إن مادة الميالين مادة عازلة، شغالة الإجابة. وجود عقد رنفي، شغالة برضو الإجابة. يعني ما هو مادة الميالين عازلة يعني متغلفة. عقد رنفيه ان في فواصل، يعني في غلاف فاصل غلاف فاصل، فبرضه شغاله. زياده القطر، قلنا ان كل ما القطر بيزيد كل ما السير العصبي سرعته بيزيد فعلا، فهتبقى الاجابه ديت كل ما سبق. تتشابه محفظه بومان مع ثانيه هنل للشخص السليم في ايه؟ محفظه بومان ايه الشبه ما بينها وما بين ثانيه هنل في الشخص السليم؟ تعالوا نشوف. قالك في العمليات التي تتم في كل منها، لا طبعا محفظة بومان دي ترشيح، ثانية هنل دي إعادة امتصاص، يبقى مش دي. قالك في مكان وجود كل منها بالكلية، واحدة قشرة والتانية نخاع، يبقى مش دي. قالك نسبة الجلوكوز في كل منهما، والله لو أنا مريض سكر فهلاقي الجلوكوز زيادة في ثانية هنل عشان أنا برجع اللي الجسم عايزه، وفي الرشيح نسبة تانية خالص عشان أطلعها في صورة بول. قالك طب وجود اليوريا في كل منهما، والإجابة دي صحيحة، إن اليوريا دي هي نواتج الإخراج. أصل سواء محفظة بومان فهي خرجتها من الرشيح، سواء ثانية هنل فهي برضو خرجتها في الرشيح. يعني أنا لو هتلخبط في الإجابة دي هتلخبط ما بين ج ودال. نسبة الجلوكوز ده في حالة إن أنا مريض سكر. طب لو أنا مش مريض سكر، لو انا مش مريض سكر فهلاقي ان محفظه بومان ما فيهاش سكر، لان هي كلها هترجع للجسم. انما لو مريض سكر هيبقى فيها سكر وهيخرج في البول، ولكن برضو مش بنفس الكميه الموجوده في ثانيه هنل. تمام؟ قالك طيب في الحالات الطبيعيه تكون نسبه البروتينات في الشريان الكلوي بالنسبه لها في الوريد الكلوي ايه؟ وانا في حاله طبيعيه اكيد الماده اللي داخله الشريان الكلوي
بتساوي اللي خارجه من الوريد الكلوي، صح؟ ملناش دعوه بالحالب والاخراجات. انا دلوقتي بتكلم في شريان كلوي، شريان داخل الكلى وشريان خارج من الكلى بالحاجات اللي هتعاد امتصاصها مره تانية. فاكيد لو انا في الحاله الطبيعيه اللي داخل قد اللي خارج، فهيبقى في حاله متساويه. بيقولك عند الشعور بالخوف فإن إفراز اللعاب ريقك بيجف أو ريقي نشف وأنا بيجري ورايا الكلب، فاللعاب بيقل إفرازه. يقع مركز العطش فيه، والله مثلا أنا فاكر إن مركز العطش ده كان في منطقة تحت المهاد. أصل المهاد دي بتاعت السيال العصبي وتحت المهاد دي كانت بتاعت الفيلم المنعكس. طب والمهاد وتحت المهاد ده موجود فين؟ ده في الدماغ الأمامي، صح؟ يبقى هتقع في الدماغ الأمامي. أي مما يلي لا يساهم في عملية الإخراج. حاجة ملهاش علاقة بالإخراج. الغدة العرقية بتخرج العرق، الشرج الغذاء الغير مهضوم، والغذاء الغير مهضوم ده ممرش عبر أغشية بلازمية، فبالتالي أنت مش إخراج. فمن غير ما أكمل، الشرج طبعا لا يساهم في عملية الإخراج. حويصلة هوائية بتخرج لي ثاني أكسيد الكربون. خلايا الكبد هتخرج لي المواد بتاعت الأحماض الأمينية والنيتروجينية وهتوديها للكلى وتخرج في صورة بولينة في الآخر. قالك الوظائف الحيوية التي تعمل على تكيف الكائن الحي مع البيئة. أنهي وظيفة بتقول للكائن الحي اتكيف مع البيئة وتعامل مع البيئة بتاعتك؟ هل التنفس؟ لا طبعا. هل النقل؟ لا. الحركة؟ لا. إنما الإحساس اللي بيحسسك بكل حاجة ويخليك تتكيف مع البيئة المحيطة بيك، سواء إحساس انت حاسه فهتدي رد فعل ليه، أو إحساس للبيئة الداخلية لجسمك فهتظهر لك مثلا أعراض عيا. أي تغير في جسمك يعرفك إن في حاجة طارئة عليك. سؤال رقم 21. منطقة الدماغ التي تحتوي على ملكة التحكم في الأقواس الانعكاسية البصرية والسمعية. قلنا بصرية وسمعية، يبقى أدخل على طول على المنطقة المتوسطة، الدماغ الوسطى والأذن الوسطى والحوارات دي كلها. فأنا هنا بتكلم على الدماغ الأوسط. أي العبارات الآتية لا تنطبق مع عملية الإخراج في النبات. في حاجة ملهاش علاقة بعملية الإخراج في النبات. هل طبقة الكيوتين التي تغطي البشرة لا تمنع النتح؟ لا، هي بتمنع النتح. معدل الإخراج لا يرتبط بمعدل الهدم. معدل الإخراج لا يرتبط بمعدل الهدم، لا بيرتبط. فتحات الثغور المائية مفتوحة طوال العام. الثغر المائي مفتوح طوال العام؟ هو مفتوح بس بيشتغل في فصل الربيع. ثغور الورقة تفتح وتغلق خلال اليوم، الخلايا الحارسة بتعمل كده. يبقى أي العبارات الآتية لا تنطبق مع عملية الإخراج في النبات، فالإجابة الأدق هي معدل الإخراج ملهوش علاقة بمعدل الهدم. معدل الإخراج حاجة، وإن أنا بهدم لك وبحرق لك حاجة تانية. تمام؟ قالك طيب، أصيب شخص في حادث أفقده الذاكرة والقدرة على تحريك الجزء الأيسر. الحتة دي لازم تبقى عارف إن أنت عندك مشكلة في الجزء الأيسر من جسمك. أعرف إن الخلل كان في الجزء الأيمن في دماغك. فأنت عندك ذاكرة، الذاكرة دي الحتة بتاعت الذاكرة الجبهية اللي هو الفص الجبهي. عشان كده لما كنت بفكر بعمل كده، فبيقولك هي ذاكرة وفي النصف الأيمن، في النصف الأيسر أقصد. يبقى أكيد أروح للفص الجبهي بتاع الذاكرة، ولكن في النصف الأيمن، فهيبقى الفص الجبهي الأيمن فقط. العصب يمثل إيه؟ العصب ده عبارة عن زائدة شجيرية عصبية، محاور أسطوانة غير مغلفة، مجموعة من الألياف العصبية المغلفة، تجمع الأجسام، الخلايا العصبية. والله العصب ده كان بيفكرني بحزمة الجرجير، صح؟ يبقى هيبقى مجموعة من الألياف العصبية والمغلفة. سؤال رقم 25 والأخير. تتولد معظم النبضات العصبية من خلال مين؟ النبض العصبي ده هيتولد منين؟ يعني بدايته هتكون فين؟ أكيد يا ميس هيكون بدايته لزائدة شجيرية، ثم جسم الخلية، ثم المحور، ثم النهايات العصبية، ثم زائدة شجيرية تانية. فهيتولد من
الزوائد الشجيرية. تمام؟ وبكده يا أبطال هنكون خلصنا الحمد لله الحمد لله التدريبات الشاملة بتاعت الفصل الخامس اللي هو الإحساس في الكائنات الحية. بعد كده هندخل على إيه؟ هندخل على مراجعة الباب كله، المنهج كله أقصد، اللي هو الترم التاني كله، واختبارات عليه، ويبقى احنا كده يا أبطال فنشنا المنهج. كده أنا عملت اللي عليا، ناقص أنت تعمل اللي عليك علشان كلنا نبقى مبسوطين يوم النتيجة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.